السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ جينا في فيديو جديد. طبعا والله بحاول انزل فيديو كل يوم ولكن مش عارف يعني مش قادر. المهم ان احنا في الفيديو ده هنتكلم عن شهر 9 في ثانويه عامه. ايه اللي المفروض نعمله في شهر 9 في ثانويه عامه دي يا جماعه؟ الشهر بتاع الروبابيكيا يعني ونعمل ايه في الشهر ده عشان نقدر نوصل لاعلى قدر من الاستفاده في الشهر ده في شهر 9 في ثانويه عامه. علشان نسمع الفيديو لازم نروح نجهز حاجه نشربها وننزل نعمل لايك، نعمل كومنت، نعمل سبسكرايب. مش عايزين نعمل حاجه من الحاجات دي، ما نعملش حاجه، عادي جدا مفيش اي مشاكل. يلا بقى نبدا الفيديو. شهر 9 في ثانويه عامه هو البدايه تقريبا. انت بدات تخش في السنه لسه على الاول خالص. انت اصلا غالبا بتكون بدات دروس من نص شهر 8 مثلا او بالكثير اول 8. في ناس بتكون بادئه من 7 يعني، ولكن ده اوفر بصراحه. المهم ان شهر 9 هو الشهر اللي انت بقى بدات تحس ان انت خلاص دخلت ثانويه عامه بجد، فاهم؟ بس انت لسه برضو على الاول، انت لسه في تاني شهر في ثانويه عامه، لسه بدري، لسه الطريق قدامك. فعلشان كده في الفيديو ده او في الشهر ده هو مش اهم شهر في ثانويه عامه. انا بالنسبه لي شهر 10 وشهر 11 هم اهم شهور ثانويه عامه، ولكن الشهر ده يعتبر برضه مهم ولكنه مش الاهم. وهقول لك على الفتره دي بشكل عام المفروض انت بتكون بتركز على ايه الحاجات اللي المفروض ناخد بالنا منيها واللي مش هنعرف نلمها قدام لو ما خدناش بالنا منها دلوقتي، او هيبقى في صعوبه كبيره في ان احنا نلمها قدام لو ما خدناش بالنا منها واحنا لسه في البدايه. يعني اول حاجه عايز اقولها لك هي ان في الشهر ده في شهر 9 لازم نركز، او في بدايه ثانويه عامه يعني في الفتره اللي هي في البدايه ديت، احنا اهم حاجه نركز عليها هي المواد التقيله. زي ايه؟ زي الفيزياء، زي الكيمياء، زي العربي. تمام؟ اي ماده تانية تقدر تتلم عادي، تمام؟ ممكن تلمها قدام. يعني انا لميت فرنساوي يجي بتاع الروبيكيا مشي، يجي بتاع الانابيب بقى، يجي بتاع الانابيب. نرجع تاني وملناش دعوه، هو بيبعد كل شويه. المهم ان انا مثلا لميت الفرنساوي في شهر 2 تقريبا في ثانويه عامه. يعني بدات يعني انا كنت بذاكر من البدايه ولكن لميته بجد بجد في شهر 2. والانجليزي كذلك في شهر 3 وشهر 4 لميت الانجليزي برده. يعني برده كنت بذاكر من البدايه ولكن كنت بذاكر بطريقه غلط شويه، مش دايس قوي في الماده، فاهم؟ ففي 3 و4 ده الفتره اللي انا لميت فيها الماده كلها، رغم ان الانجليزي تقيل على فكره برده. ففي الفترة اللي في الأول دي أنا شايف إن أهم حاجة إن أنت تركز على الفيزياء، تركز على الكيمياء، تركز على العربي لو كان في حاجات واقعة منك من السنين اللي فاتت، لأن الكيمياء بيكون معتمدة بشكل كبير على السنين اللي فاتت. الفترة دي هي الفترة اللي أنت المفروض تبدأ تدوس فيها في المواد دي، تشوف نفسك أنت تمام ولا مش تمام في المواد دي، لأن المواد دي مواد طويلة. تمام؟ مواد طويلة ولسه قدام، فاهم؟ فأنت دلوقتي اتأسس في المواد دي، تعرف كده الأساسيات والدنيا ماشية إزاي، علشان بعد كده قدام المواد دي انت لو لقيت نفسك واقع فيها فهي بتبقى فيه صعوبة في لمها. تمام؟ اديها كده من البداية. تاني حاجة، انت يعني في ثانوية عامة شهر 9 فانت زي ما قلت لك انت لسه في البداية، فالمفروض يعني والمفروض ان انت تعود نفسك على ان انت تصحى بدري تذاكر. يعني الصحيان بدري تذاكر ده الموضوع متعب بصراحة. يعني احنا غالبا كلنا متعودين نصحى الظهر، حوار انك تصحى بدري الساعة 9 الساعة 7 الساعة 8 تذاكر الموضوع رخم. يعني ما اظنش ان هي بسهولة بتيجي. ففي الفترة دي يعني هي الفترة اللي في البداية خالص، انت لسه المواد ما دخلتش في التقيل قوي، ما بدأتش تشد جامد، ما بدأتش تزنق في مواد. في الفترة دي نقدر ان احنا ندوس على نفسنا اكتر في ان احنا نتعود ان احنا نصحى بدري نذاكر. الموضوع يبقى روتيني طبيعي. انا بصحى الساعة 7 الصبح طبيعي، مش حاجه صعبه عليا، مش اول ما اصحى احس ان انا لا عايز انام. فاحنا المفروض نتعود على الحاجه دي من البدايه، ان احنا نقوم الساعه 7 الصبح كل يوم، ندوس على نفسنا. النهارده جات، النهارده ما جاتش، النهارده قدرت اصحى 7، النهارده لا ما قدرتش صحيت 8. كل يوم بنحاول مع نفسنا اكتر، لانه قدام الموضوع ده هيفرق معانا جدا. مش هنكون لسه بنتعود ان احنا نصحى بدري، لا احنا تعودنا فعلا في فتره البدايه، وهنقدر قدام بعد كده نصحى طبيعي جدا. الموضوع مش هيأثر علينا في بدايه المذاكره، لان انت لما بتكون صاحي غصب عنك انت اصلا ما بتعرفش تذاكر. لكن قدام لما تلاقي ان الموضوع معتاد عادي جدا فانت هتصحى وتذاكر كويس جدا الصبح كمان. اتمرن ان انت تصحى بدري لان ده شيء مهم جدا. بعد كده في شهر 9 زي ما قلت لك ان هو البدايه، فبما ان احنا لسه في بدايه ثانويه عامه ففي مواد انت ممكن تكون بتاخد معاها مدرسين فيها انت مش عاجبينك المدرسين دول، حاسس ان لا المدرس ده انا مش فاهم منه قوي. فمش عايزك لما تلاقي المدرس انت مش فاهم منه قوي تقول لا ده انا هديله فرصه، هكمل معاه كمان فتره شويه حلوين، كمان هجرب معاه. لا، في الفتره لما تخش قدام ثانويه عامه هتلاقي ان هو بقى صعب ان انت تقعد تتفرج على المدرس ده والمدرس ده والمدرس ده والمدرس ده. ليه؟ لان انت هتكون قدام في مواد انت هتبدا تزنق فيها. انا بقول لك من دلوقتي اهو، فنعمل حسابنا على المواد اللي احنا هنبدا نزنق فيها قدام ديت وما نزاحمش معاها حاجه تانية. فانت من البدايه دلوقتي لا ان في مدرس لا انت مش فاهم منه قوي، مش ظابط معاك قوي، خلاص يعني جرب مدرس تاني دلوقتي.
لان انا برضو مش عايز فتره التجربه تبقى كتيره. يعني ما تقعدش تجرب لي في شهر 9 و10 و11 ولسه بتجرب على مدرس فيزياء كويس تاخد معاه، ما ينفعش. ممكن تكون بتنزل درس دلوقتي، المدرس اللي انت بتنزل درس معاه انت بتطلع من الدرس مش فاهم حاجه اصلا، تمام؟ فما تدوسش اكتر يعني، لا جرب حد تاني دلوقتي في الفتره بتاعت البدايه. ليه؟ لانه قدام هتلاقي انه انت رايح تجرب اصلا، هتروح مع المدرس كذا كذا تقول اجرب معاه حصتين ثلاثه، تلاقي ان المدرس ده اصلا في نص المنهج. هتروح تجرب ايه يا حبيبي؟ في نص تاني طار، تمام؟ وخد بالك ان مثلا ماده زي الفيزياء فهي بتتشرح بطرق كتيره. يعني في ناس كتير، بكل مدرس بيشرح بطريقه مختلفه، الدروس ليها مليون طريقه تقدر تشرح بيها، فكل مدرس هتلاقيه بيشرح بطريقه مختلفه. انت ممكن تاخد نص المنهج مع مدرس مثلا، ومدرس تاني تروح تكمل معاه بقيه نص المنهج، ممكن يكون ده ماشي بطريقه وده ماشي بطريقه. وخد بالك ان ابواب الفيزياء مترتبه على بعض، كلهم ماشيين ورا بعض. فانت لو رحت تكمل نص الفيزياء التاني مع حد تاني هتلاقيه بيرجع للحاجات اللي هو شارحها من البدايه بطريقته، فانت خد بالك انت هتكون مش مذاكرها بطريقته، فانت مش فاهم. فعلشان كده ما ينفعش نطول في فتره ان احنا نقعد نجرب مدرسين ديت. خلاص احنا بنجرب المدرسين في الفتره بتاعه البدايه ديت، كله لسه على الاول، كلنا لسه بادئين، كلنا في الباب الاول، فنجرب براحتنا وما نجربش كتير برضو، تمام؟ اخرنا شهر 9 ده خلاص نجرب فيه وخلصنا على كده. بعد كده خلاص ده المدرسين اللي احنا استقرينا عليهم، مش هنغير تاني، مش هنجرب تاني، ستوب، تمام؟ فده بعد كده اللي انا عايزك تعمله. يعني بعد كده برضو بما ان احنا برضو لسه في البدايه، فانا عايزك تعمل حاجه مش ناس كتير بتعملها، مش كل الناس بتعملها، وهي ان انت عود نفسك على ان انت تذاكر بالكتابه. عارف الطريقه دي؟ سمعت عن حوار المذاكره بالكتابه ده؟ يعني ايه اصلا تذاكر بالكتابه؟ انا كنت بحب اذاكر بالكتابه بصراحه، بدات المذاكره بالكتابه دي من ثالثه اعدادي، الموضوع كان مفيد جدا فكملت معايا لحد ثالثه ثانوي. انه انا ما ذاكرتش ولا في اولى وثانيه ثانوي، فهي ثالثه اعدادي وثالثه ثانوي ذاكرت بالكتابه. المهم ان المذاكره بالكتابه ديت هي ان انت بتكتب كل حاجه بيقولها المستر، تمام؟ انا كنت بذاكر اونلاين يعني، فكنت بكتب اي حاجه بتقال في الفيديو، تمام؟ فده كانت بالنسبه لي المذاكره بالكتابه. ممكن الموضوع تكون شايفه صعب وطويل جدا، ولكن ده هيفرق معاك قدام كويس جدا، هيفرق معاك قدام جامد جدا. انا لما كنت بذاكر فيزياء كنت بكتب كل كلمه بيقولها المستر في الفيديو بتاع اليوتيوب دوت. كنت بعد كده لما اقف في حاجه في الفيزياء انا مش محتاج ارجع ابص على الفيديو من الاول. ليه؟ لان انا كاتب الفيديو وعارف كل كلمه انا كاتبها فين في الكشكول، فبرجع للمكان ده اشوف الحته خلاص كشفتها اكمل على طول، مش هقعد بقى افتح الفيديو واقعد ادور وبتاع. غير ان انت لما بتكتب المعلومه بتثبت في دماغك اكتر، بقول لك انا حافظ كل كلمه انا كاتبها فين في الكشكول، فانا المعلومه بتثبت بشكل اكبر. لما جينا نراجع فيزياء، انا افتكر ان انا رجعت فيزياء بس المره الاولانيه رجعت الفيزياء مثلا نقول في شهر مثلا، والله العظيم يمكن اقل من شهر. المره اللي بعديها رجعت الفيزياء في 10 ايام. ليه؟ انا فاكر المنهج، انا فاكر كل حاجه كتبتها من البدايه، انا فاكر الدنيا من البدايه. انا كنت بحل فيزياء كتير يعني برضه عشان ما اكدبش عليك، يعني انا كنت بحل فيزياء كتير، فكان الموضوع مش بيتنسي بسرعه بالنسبه لي. بس فعلشان كده انا عايزك تذاكر بالكتابه في بعض المواد على الاقل، علشان المذاكره بالكتابه هتثبت في دماغك المعلومه بشكل اكبر، هتفضل المعلومه في دماغك لفتره اطول، هتقدر يعني هتفيدك جامد، هتفيدك جامد قوي والله العظيم. وهتيجي قدام يعني انت دلوقتي هتلاقي الموضوع صعب، ولكن هتيجي قدام، هتيجي في شهر 4، تيجي في شهر 5 هتقول اه والله المذاكره بالكتابه فادتني دلوقتي. انا بفتح الكشكول براجع على الكلام اللي انا ذاكرته في شهر 9 وشهر 10 من البدايه دلوقتي حالا. ليه؟ لان انا فاكر كل حاجه، لان انا كاتب كل حاجه. فالموضوع هيفرق معاك لو تقدر تعمل كده في كل المواد يبقى احسن. هو موضوع صعب بصراحه يعني ومتعب يعني، بس دوس على نفسك، هي سنه واحده بس في حياتك، تستحق طبعا، لان هي اللي هتحدد بعد كده انت هيكون شغلك ايه مستقبلا، تمام؟ يعني بنسبه كبيره بتحدد ايه هيكون شغلك ايه، مش كل الناس بتشتغل بكليتها طبعا. بس ده كل حاجه كنت عايز اقولها لك في الفيديو بتاع النهارده، مفيش حاجه اكتر من كده. شهر 9 زي ما قلت لك هو مش من اهم الشهور، ولكنه شهر مهم برضه، لانه في البدايه وفي حاجات في البدايه لازم نكون عارفينها. وبس ده كل حاجه كنت هقولها لك في الفيديو ده، واستنى مني فيديو جديد. سلام.